أول ما دخلت الأوضة حسيت إن في حاجة غلط. الرئيس كان بيتكلم بطريقة غريبة وحركات مرعبة، إنه مش واعي للي بيعمله. في البداية افتكرته إنه متوتر، لكن بعد شوية اكتشفت إنه شارب حاجات غريبة في ليلة الدخلة. حصل بعد كده قلب الليلة لكابوس عمري ما هنساه. هنبدأ الحكاية مع بعض. نبدأ حكايتي وأنا عمري 17 سنة. يتقدم لي يوسف. هو بيسأل عليه لأننا منعرفوش ولا نعرف حد من أهله. بيشكروا فيه وبيشكروا في أهله. أكتر من حد قال لبابا إنسان محترم، من الجامع للبيت ومن البيت للجامع. بابا قال لي إيه رأيك في العريس؟ قلتله شوف انت يا بابا، وأنا معاك في أي حاجة عاوز تقولها. قال لي طيب أنا موافق. قلت عليه وقلتله وأنا كمان موافقة يا بابا. بركة الله. وكلم يوسف وأهله وبلغهم موافقتنا. تاني يوم ويوسف وأهله جم، قرينا فاتحة ولبسنا الشبكة. أيام بتعدي ويوسف بيشطب شقته وأنا بجيب الحاجات اللي ناقصاني في جهازي. وبعد ما خلص كل حاجة بابا بيقعد مع أهله عشان يتفقوا على الفرح. معاهم إن احنا هنعمل فرح في قاعة كبيرة، معاهم على العشاء وعلى الأكل وعلى الحاجات اللي احنا هنجيبها بعد الجواز. أمة يوسف قالت لبابا احنا مش عاوزين فراخ ولا بط ولا الحاجات دي، احنا عاوزين عجل. بصلها باستغراب ورد عليها وقال لها ماشي هنشوف الموضوع ده ونرد عليكم. اتفقوا على كل حاجة والناس مشيوا. بابا قعد مع ماما وقال لها ايه رأيك في موضوع العجل؟ ماما قالت له الفراخ والبط والمواسم والحاجات اللي احنا بنجيبها ملهاش لازمة، خلينا نجيب العجل ونخلص، كمان علشان نبعد عن شرها. قال لها انا مش عاوزة انفذ لهم طلباتهم، انا بنتي مش وحشة. قالت له انت كده مش بتنفذ لهم طلباتهم، انت كده بتكبر بنتك قدام الناس. ماما فضلت تتكلم معاه لحد ما بابا اقتنع. بابا اتصل على يوسف وقال له احنا موافقين على موضوع العجل، وقبل الدخلة بيوم ان شاء الله العجل هيكون معاكم. ايام بتعدي وبيجي يوم الفرح، ويوم الفرح بيكون حلو جدا. مبسوطة وفرحانة وعمالة ارقص زي اي بنت بتكون فرحانة في يوم فرحها. لما الفرح بيخلص بودع اهلي وبروح شقتي وانا متوترة وخايفة جدا. اليوم ده اصحاب يوسف مسوا عليه، وطبعا انتم فاهميني مسوا عليه ازاي. اخر كده ومن غير توضيح قوي الحاجات اللي كان شاربها يوسف خلته معمي مش شايف حاجة. لما طلعنا شقتنا كنت متخيلة ان هو هيبوس راسي ويقولي يلا يا حبيبتي نصلي، على الاقل ناكل لقمة لاننا ما كناش كلنا حاجة من الصبح. لما باب الشقة اتقفل علينا لقيته بيسحبني وبيدخلني اوضة النوم. طبعا اتخضيت مش فاهمة في ايه ولا بيشدني كده ليه. اوضة النوم وزقني على السرير وقال لي خلصي يقلعي الفستان. ليه وانا مرعوبة وقلتله مفيش حاجة بتيجي كده، كل حاجة بتيجي واحدة واحدة. خايفة يا يوسف. خايفة ايه الدلع ده، هو انتي صغيرة؟ خلاص يا مي قلعي هدومك احسن اتصرف معاكي تصرف يزعلك. طبعا اول ما قالي كده انا قلبي اتقبض وخفت قوي. طيب اخرج برا وانا هغير هدومي. فضل واقف. قلتله معلش اخرج انا هغير هدومي 5 دقايق بس. يقولي غيري قدامي، ما انت كده كده مراتي. اني في ورطة وحسيت ان الشخص اللي قدامي ده مش يوسف، ان هو شخص تاني خالص متغير 180 درجة غير الشخص اللي انا متعودة عليه. واقف مكانه وانا قعدت اترجاه عشان يخرج برا علشان كنت مكسوفة. فهو فضل مصمم وفضل واقف علشان اخلع قدامه. اتضايقت جدا وقلتله مفيش حاجة تيجي كده. قالي خلاص ما انت اللي اخترتي. مرة واحدة ما حسيتش بأي حاجة غير ان فستاني بيتقطع وطرحتي بتتقطع. طبعا الطرحة كانت متثبتة في شعري ومن كتر التقطيع ومن كتر الشد شعري اتقطع. عمال بيعمل كده بيقولي انت شكلك مخبية حاجة، انت شكلك مش بنت. يقول كلام صعب جدا مش هقدر اقوله لكم. بعد ما قطع لي هدومي اعتدى عليا بطريقة وحشية.
مكنتش متحملة لدرجة ان فقدت الوعي وحصل لي نزيف حاد. معرفش يوسف قال لماما بعد قد ايه. ده كل اللي انا فاكراه، ما سمعتش اي حاجة غير صوت ماما وهي بتصوت. كانت بتقول انت عملت في بنتي ايه الدم ده كله. فتحت عيني لقيت نفسي في المستشفى ومتعلق لي محاليل. كانت ماسكة ايدي ومنهارة من كتر العياط. قلتلها اهدي يا ماما، انا كويسة، هو ايه اللي حصل؟ جوزك الحيوان بهدلك خالص، انا منه لله معرفش كان شارب ايه. اتصل عليا الساعة 3 الفجر بيقولي تعالي الحقي بنتك هتموت. كان ما بيفهمش. كنت فاكرة ان انتي متي بجد، انا كنت جاية وكنت متخيلاك ان انتي ميتة. انا ما كنتش هقدر اسامح نفسي. قلتلها ايه ذنبك يا ماما؟ قالتلي ذنبي ان انا ما فضلتش جنبك لحد ما اطمن عليكي. ما كنت مشيت، انا كنت شايفة جوزك بيتطوح، اصحابه عمالين يدوله حاجات علشان يشربها، ينتقم منهم وينتقم منه. عليكي وتقومي بالسلامة، ووعد مني هجيبلك حقك هتشوفي. كانت بتتكلم بحرقة، قلبها كان واجعها عليا قوي. هي بتتكلم لاحظت ان بابا قاعد في اخر الاوضه. قلتله تعالى يا بابا، هو انت مش عاوز تطمن عليا؟ بابا كان حاطط راسه في الارض وعيونه كلها دموع. ما كانش متخيل ان يحصل لي حاجه زي دي في يوم من الايام. بس ايدي وبس راسي وقال لي حقك عليا، المفروض ان انا كنت اتاكد من اخلاق البني ادم ده قبل ما يتجوزك. قلت له ده نصيب يا بابا. قال لي ان شاء الله لما تقومي بالسلامه كل واحد فينا هيروح لحاله. كله اللي تشوفه يا بابا. الايام بتعدي، الحمد لله حالتي بتتحسن كتير عن الاول. طبعا الناس كلهم بيبقوا عارفين اللي حصل معايا، وكلهم بييجوا علشان يطمنوا عليا. لما برد صحتي بالكامل بابا بيقعد معايا وبيقولي هو انتي عاوزة ايه؟ انا هعملك كل اللي انتي عاوزاه. رديت عليه وقلتله يا بابا انا مش عاوزة اكمل مع البني ادم ده، انا مش طايقاه ومش طايقة اشوفه قدامي، مستحيل ابقى مراته. بابا قالي براحتك، انتي عاوزاه انا هعملهولك، انا ما غصبتكيش على حاجة ولا عمري هغصبك على حاجة. لازم اقولك اللي يوسف قالهولي. يوسف جه وانتي تعبانة وكان عاوز يشوفك بس انا منحته. انا بنتي ما خفتش وخايف لما تشوفك حالتها تسوء. ده عليا يوسف وقالي انا بحبها جدا يا عمي ولسه عاوزها. كنت شارب منشطات وحاجات كتير هي اللي خلتني اعمل كده، ما كنتش قادر اتحكم في نفسي. اللي يحكي لي حاجات كتير جدا ويبرر لي حاجات كتير قوي. الموضوع مش بايدي، بنتي لو عاوزاك ماشي، مش عاوزاك كل واحد فينا هيروح لحاله. رأيك يا بنتي؟ قلتله بصراحة يا بابا الشخص ده اذاني جسديا ونفسيا، اتصل عليكم وقال لكم تعالوا خدوا بنتكم عشان بنتكم ماتت، وانا فعلا مت اليوم ده. فضل يوسف يقولي كلام صعب جدا مفيش بنت تقدر تتحمله ولا ترضى على نفسها في اليوم ده. داني انا مش هقدر اكمل معاه، ادعيلي اقدر اكمل حياتي طبيعي وانسى اللي حصل. بابا قالي ان شاء الله ربنا هيعوضك خير، وانا هعملك اللي انتي عاوزاه وهكون في ظهرك وسندك. وفعلا بابا اتصل على ابو يوسف وقاله انا مش هقدر ارجع تاني. يوسف كان شخص متفاهم جدا وقال لبابا خلاص براحتكم، اللي انتم عاوزينه هنعمله وحقوق بنتكم هتاخدوها كلها كاملة. هنشوف العجل انت كنت جايبه بكام وانا هديلك حقه، او مع بعض على كل حاجة. وخلال ايام بسيطة كان كل واحد فينا راح لحاله. بتعدي وانا بتعقد نفسيا من موضوع الجواز. كنت بروح احضر فرح في شارعنا وعند قرايبنا، كنت بحس بخنقة جامدة جدا، بحس ان البنت دي هيحصل لها حاجة وحشة زي اللي حصلت لي. ما امشي في الشارع واشوف فرح واقول ربنا يسعدهم ويهنيهم، بقول ربنا يسترها على البنت دي في ليلة الدخلة. طبعا مع مرور الايام بيتقدم لي عرسان كتير جدا لكن انا برفض. ده بيزعل بابا وماما عليا كتير جدا، يفضلوا يقنعوا فيا ويقولولي ادي لنفسك فرصة تاني، انتي بقالك سنة مطلقة.
اخواتك كلهم اتجوزوا ومفيش الا انتي، واخواتك كلهم عندهم اطفال، عاوزين نفرح بيكي. باخد منهم الكلام واقولهم ان شاء الله خير، اللي ربنا عاوزه هيكون، وانا لسه نصيبي مجاش. يوم قررت ان انا انزل ادور على شغل علشان اسلي نفسي كتير لحد ما لقيت شغل كويس. بابا كان رافض وقلتله يا بابا انا مش هشتغل عشان الفلوس، انا هشتغل عشان خاطر اسلي نفسي، بشتغل علشان مخنوقة وبشتغل عشان قعدة البيت، سكرتيرة عند دكتور قلب بنظمله الوقت والمواعيد. كان بسيط جدا وكان سهل قوي عليا، كنت دايما بتعامل مع الدكتور بحدود، لا عمري قعدت معاه لوحدينا ولا سمحتله ان هو يتكلم معايا. كان واخد باله من ده جدا، كنت بعمل كده علشان ما يحصلش ما بيننا استلطاف، انا كنت خايفة منه حصل. الدكتور حبني واعجب بيا جدا، وفي يوم لقيته بيصارحني حبه، لقيته بيقولي انا حبيتك قوي وعجبني اسلوبك، قليل قوي لو في بنت بتحافظ على نفسها في الوقت اللي احنا فيه ده. بصراحة لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي بنت في ادبك واخلاقك. انا اسفة يا دكتور، انت شخص محترم جدا والف بنت تتمناك، بس انا مش عاوزة اتجوز. قال لي ليه، هو انا مش عاجبك؟ قلتله لا والله مش كده، بس انا موضوع الجواز مش في دماغي. استغرب جدا لان انا سني ما كانش صغير، كانت فرصة ليا وفرصة لاي بنت في سني. هو اكبر مني بسنتين بس، غير ان هو كان ميسور الحال. كمان انا قعدت معاه فترة طويلة جدا، يعني عارفة طبعه كويس وعارفة اخلاقه كويسة. كان بيضايقني ولا يتعدى حدوده معايا، ودايما كان بيتكلم معايا بأدب. كنت خايفة بتجربتي اللي حصلت لي وانا عندي 18 سنة، وكنت خايفة اجرب تاني. مرور الايام الدكتور عرض عليا تاني موضوع الجواز، وانا رفضت وقلتله انا مش هقدر. فقرر ان يسأل عليا لان العيادة بتاعته كانت جنب بيتنا على طول. سأل اكتر من حد وعرف مشكلتي وحكايتي كلها. انا صعبت عليه جدا لاني متجوزتش غير يوم واحد بس، واتبهدلت فيه بمعنى الكلمة. يوم لقيته بيتكلم معايا ولقيته بيقولي ان هو عاوز يتجوزني وهيعوضني عن اي حاجة حصلت لي. هرد عليه وراح قالي هو انتي ليه بترفضيني؟ انا مش زيه، ادي نفسك فرصة تاني، كده كده مش هتخسري حاجة. لو انتي شايفة ان انتي تعبانة نفسيا، انا عندي دكتور صاحبي انتي ممكن تروحي وتتابعي معاه. صدقيني احنا كلنا بشر وكلنا عندنا مشاكل، وانتي مش هتوقفي حياتك على مشكلة حصلتلك زمان. بحبك يا مي، وانا حابب ان انتي تكوني مراتي وام عيالي. انتك عجباني خالص، وانا مش ممكن اقابل واحدة زيك تاني. احنا ممكن نتخطب سنة سنتين زي ما انتي عاوزة، ان انتي تديني فرصة، ومش عاوزك تردي عليا دلوقتي، ردي عليا بعد ما تفكري في كلامي. رحت وفضلت افكر في كلامه كتير جدا، وقررت ان انا احكي لماما وبابا يمكن يساعدوني في قراري. ماما وبابا ردوا عليا وقالولي اديله فرصة، الدكتور شريف ده دكتور محترم جدا واحنا كلنا عارفينه، ايه ادبه واخلاقه، وان هو بيكشف للناس الغلابة ببلاش. طيب يا بابا انا ممكن اوافق، بس انا ممكن اتخطب فترة طويلة. ردت عليا ماما وقالت لي فترة طويلة ايه، انا عاوزة افرح بيكي وافرح بعيالك. عليكي يا بنتي. قلت لها يا ماما انا مش هرمي نفسي، انا مش حمل اي حاجة تحصل لي زي اللي حصلت لي قبل كده. بعدين يا ماما انا عاوزة اروح لدكتور نفسي، انا بقيت خايفة من اي حاجة حواليا. عليا بابا وقال لي يا بنتي اعملي اللي انتي عاوزاه، انا هفضل سندك وظهرك لحد ما اموت. خلاص يا بابا انا هكلم الدكتور شريف وهخليه يجي يطلبني من حضرتك، بس خلي فترة الخطوبة سنتين او 3 سنين. وقال لي اللي تشوفيه. دخلت اوضتي واتصلت على الدكتور شريف، قلت عليه وقلت له قالوا يا دكتور انا موافقة، تعالى اكلم بابا. تاني يوم جه على طول وجاب مامته وباباه، ومامته وباباه ناس طيبين ومحترمين جدا. كانت بتتفق مع مامته وبتقول لها شوفي عاوزة عشاء ايه، قالت لها احنا مش عاوزين عشاء، شوفي بنتك عاوزة ايه وجيبهولها. جيبي لبنتك حاجة جيبي، مش عاوزة تجيبي ما تجيبيش، ابني كفيل بكل حاجة.
ماما ابتسمت وفرحت كده من جواها لأن فعلا مامة شريف كانت إنسانة محترمة جدا. بابا بيتكلم مع شريف وبيقوله وهو انتم لما تتجوزوا هتقعدوا فين؟ قاله أنا عندي شقة مفروشة وأنا مش عاوز منك أي حاجة غير شنطة هدوم بنتك. بابا قال لشريف جهاز بنتي قاعد موجود ما استخدمتش منه أي حاجة. شريف ابتسم وقاله أنا مش عاوز منك أي حاجة يا عمي، أنا شقتي مفروشة. نزال بنتك مش هيبقى ليه أي لازمة، شوف أي واحدة بنت حلال كده تكون محتاجاه وروح اديهولها. بابا قاله اللي تشوفه يا ابني، واحنا عاوزين نعمل خطوبة صغيرة كده عشان الناس تعرف ان مي بقت خطيبتك. قاله طيب يا عمي فترة الخطوبة هتكون قد ايه؟ انا جاهز في اي وقت. راح قاله معلش يا ابني عشان بس مي نفسيتها تعبانة شوية، تتأكد ان انت الزوج المناسب ليها. ابتسم وقال لبابا انا ما عنديش اي مشكلة، اهم حاجة ان مي تكون معايا، الله مش هتندم ان هي وافقت عليا. الأيام بتعدي وأنا وشريف بنلبس شبكة ونعمل خطوبة كده على الضيق علشان الناس يعرفوا إن أنا اتخطبت. مرور الأيام شريف بيقرب مني جدا وأنا بحس برضو إن أنا ملت ليه وقلبي بيدقله. أنا بكون خايفة من اللي جاي وعلشان مظلمهوش شفت دكتورة نفسية وقررت إن أنا أتابع معاها. شفت دكتورة ورحت لها وحكيت لها على كل حاجة حصلت معايا. الدكتورة ابتدت معايا بجلسات العلاج ومع مرور الشهور أنا بقيت أتعافى بفضل ربنا وبفضل شريف، لأن شريف كان عاوز يثبت لي حسن نيته، إن هو كان عاوز يثبت لي إن هو سند وظهر ليا وإن هو بيحبني بجد. بعد سنة من خطوبتي رحت لبابا وقلت له كلم شريف وقوله تعالى علشان نحدد ميعاد الفرح. بابا قال لي هو انتي بتتكلمي بجد؟ قلت له ايوه يا بابا، انا دلوقتي بقيت كويسة واقدر اعيش زي اي بنت، انا خفيت يا حبيبي. بابا فضل يبوس في ايديا ويبوس في راسي وقال لي وانتي ما تعرفيش انا فرحان قد ايه. مسك التليفون وراح لشريف وقال له تعالى يا شريف احنا هنحدد ميعاد الفرح. شريف من كتر فرحته أمن على السرير، جه جري على طول من غير ما يغسل وشه وببيجامة النوم، وقعد مع بابا وحددوا ميعاد الفرح. بعد ما حددنا كل حاجة واتفقنا على كل حاجة قعدنا مع بعض وكلنا. فرحنا بيكون حلو جدا وانا كنت حاسة ان انا فرحانة وحاسة ان انا طايرة وحاسة ان انا بتجوز لأول مرة. المرة دي ما كنتش خايفة وما كنتش متوترة لاني كنت عارفة ان انا اخترت الراجل الصح. لما الفرح خلص ودعت اهلي وطلعت شقتي انا وشريف. لما دخلنا الشقة شريف خدني في حضنه وباس راسي وايدي وقال لي يلا يا عروسة علشان نتوضى ونصلي. صلينا ركعتين شكر لله وبعد ما صلينا اكلنا مع بعض. بعد كده لقيته منزل افلام جديدة علشان نتفرج عليها، شار وشربنا عصير واحنا بنتفرج. احنا قاعدين حسيت ان شريف متوتر، خدت منه ومسكت ايديه وقلتله على فكرة يا شريف انا مش خايفة. قال لي انا مش عاوز اضغط عليكي، اي وقت ما تكوني مستعدة براحتك خالص. قلتله انا مستعدة دلوقتي وعادي جدا. ايه هو انتي بتتكلمي بجد؟ قلتله ايوه. مسك ايدي وبسها وقال لي ربنا يخليكي ليا. كل يوم ده انا بقيت مراته قدام ربنا زي ما انا مراته قدام الناس. اول يوم لينا مع بعض انا عمري ما هنساه، كان احلى واجمل يوم في حياتي. الحمد لله ربنا عوضني بشريف كان احسن واحن راجل في الدنيا. بعد جوازي منه بشهرين انا مستنية الحمل والحمد لله انا مستنية بنوتي. ازيكم تدعولي دعوة حلوة وتقولولي ايه رأيكم في قصتي. اللي وصل معايا لحد هنا يصلي على النبي في التعليقات وما ينساش اللايك وقولولي ايه رأيكم في القصة وفي صاحبة القصة. احبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.